السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فكرة جديدة من الأفكار اللي بتتكرر في الامتحانات وسلسلة الحتة اللي بتيجي. معانا فكرة النهاردة اسمها فاكر إنك بتشحن ممكن تكون بتفرغ. ده معناه إيه؟ لسه شارحين الفكرة بتاع الحصة اللي فاتت إن ممكن البطارية بيحصل لها شحن أو تفريغ. أعرف البطارية بيحصل لها شحن أو تفريغ إزاي؟ قلنا لو كان عندي الموجب بتاع البطارية الأولى متصل بسالب التانية يبقى ده اسمه توالي عادي، الاتنين بينتجوا كهرباء في اتجاه واحد. دي بيحصل لها تفريغ ودي بيحصل لها تفريغ. طيب أما لو كان الموجب ببعضه أو السالب ببعضه يبقى في الحالة ده اسمه توالي معكوس. الموجب ببعضه والسالب ببعضه، فتلاقي التيارين عكس بعض. طبعا سامعك واحد هيقول لي طب ما هو كده هيلاشوا بعض، صح لو كان البطاريتين قد بعض، لكن لو واحده اقوى من الثانيه فالتيار هيمشي مع الكبير، وفي الحاله دي هيبقى في تيار واحد، يعني التيار ده هيتلغي. يبقى احنا كده لو رسمنا تاني اهو، لو دي البطاريه الاقوى التيار هيمشي معاها، ولسه قايلين بقى التيار بيخرج من الموجب يبقى البطاريه بيحصل لها تفريغ. التيار بيدخل للموجب يبقى بيحصل لها عمليه ايه؟ شحن. او البطاريه الاكبر في القوه الدافعه الكهربيه بيحصل لها تفريغ، والاصغر بيحصل لها شحن. تعالى بقى نطبق الكلام ده هنا. وطبعا ما تنساش ان لو عندي فولتميتر متصل على مقاومه يبقى القانون بتاعنا V بتساوي I في R. بيقول لي في الدائره الموضحه اذا كانت قراءه الفولتميتر V3 دي ب 8 من 10 فولت، أي الاختيارات يعبر بشكل صحيح عن قراءة V1 و V3. طبعا ألف ب عشان أجيب قراءة الفولتميتر في أي مسألة لازم يكون معايا التيار. مفيش فولتميتر أقدر أجيب قراءته إلا لما يكون معايا إيه؟ التيار. طيب التيار هنا ركز، هو مديني V3 ومعايا الR، لسه قايلين الV على المقاومة بيساوي I في R، يبقى المفروض V3 بتساوي I في R. طب ال V3 بكام؟ ب 8 من 10. هتساوي الاي واللي هيمشي هنا طبعا التيار الكلي في الار 2، يبقى الاي هتساوي 8 من 10 على 2 تطلع 4 من 10 امبير. كده جبنا التيار الكلي اللي ماشي في الدايره. تعالى بقى نبص على البطاريات، هل دي توالي عادي ولا توالي معكوس؟ السالب بالسالب والموجب بالموجب يبقى ده توالي معكوس. يبقى واحد بيحصل له شحن وواحد بيحصل له تفريغ. مين اللي بيحصل له شحن ومين اللي بيحصل له تفريغ؟ هو هنا مش جايب لي اتجاه التيار، يبقى الكبير تفريغ اهو 10 فولت. 8 فولت دي البطاريه اللي 8 فولت دي اصغر بيحصل لها عمليه شحن. طب ايه قانون البطاريه اللي بيحصل لها تفريغ وايه قانون البطاريه اللي بيحصل لها شحن؟ الشحن القانون بتاعه هيبقى في بي زائد اي ار، والتفريغ ناقص. تعال نعوض بقى. الفي بي ب 8، الاي جبناها ب 4 من 10، الار سمول هو مديها لك بواحد، يبقى يطلع الفي واحد 8 و4 من 10. البطاريه اللي بيحصل لها تفريغ في 2 هتساوي في باتري 2 ناقص اي ار 2، يبقى التفريغ ناقص والشحن ايه؟ زائد. في 2 في ب 2 ب 10، الاي ب 4 من 10 والار سمول ب 2، ار سمول ب 2 هنا، يبقى الار ب 2، يبقى يطلع الناتج 9.2 من 10. يبقى كده قراءة V1 8.4 من 10 وV2 9.2 من 10. والأسئلة دي زي ما احنا قلنا بتتكرر كتير جدا في الامتحانات، واحنا زي ما احنا قلنا عندنا سلسلة بتيجي في الامتحانات كل مرة، ففكرنا ان احنا نريحك ونعمل لك الفكرة دي، فلو عرفت تحلها ان شاء الله وتأكدت ان انت بتعرف تحلها، أسئلة بقى شبهها تجيلك على طول ايه؟ تقفل الدنيا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.